أهلا وسهلا يا أصدقائي، كيف شو الأخبار؟ معكم رفيق من قناة ريكورايز. اليوم عنا الحلقة ال40 والأخيرة من أنمي العضة الحلوة. إذا ما كنتوا شفتوا الأجزاء السابقة فإنهم موجودين فوق أو بصندوق الوصف. أول شي بدي من حدا فيكم يخبط لايك ويشترك بالقناة. إنها الحلقة الأخيرة يا أصدقاء، وهيا لنبدأ. بالفيديو السابق شفنا كيف يامان طلع هو المقنع إل، وكان متفق مع ياريمي لجينا وهو السبب بكل شي صار، وشفنا كيف تم القبض عليه وكيف خدع شياوسين وهرب من السجن وطلع من المدينة مع أصدقائه التوأمان المستذئبان. بعدين اجا شين ودخل للزنزانة ولقى شياوسين نايمة جواتها، فبلش يصحيها وشياوسين فاقت وفتحت عيونها، وشين سألها: شياوسين هل انت بخير؟ وهي جاوبته: ليش انا هون؟ لك ايه وينو يامان؟ وشين قال لا هو هرب الحقير. وشياوسين زعلت من حالها وقالت له: أنا آسفة جدا، ما كنت حذرة بما فيه الكفاية. وشين جاوبها: هو كان بيقدر يطلع من الزنزانة حتى بدون مفتاح، حتى لو ما كنتي اجيتي فالنتيجة كانت رح تضل مثل ما هي، وهو كان رح يهرب بكل الأحوال. وشياوسين كانت متضايقة وضغطت على ايدها وسألته: شو اللي صار بالمدينة؟ وشين جاوبها: بفضل الأميرة روزي تم القضاء على معظم الفئران التي تحمل الفيروس في المجاري، وحصلنا على المساعدة في تطوير العقاقير، والآن الوباء تحت السيطرة. لا تقلقي بشأن الوضع هون بالمدينة، ليش ما تروحي للمستشفى وتتلقي فحص طبي؟ وفجأة في جندي اجا لعندهم وقال: سيد شين، لقد وصلت الأخبار فيما يتعلق بالاعتداء على المنظمة السرية، باستثناء الوحدات الصغيرة من موظفي الخدمات اللوجستية الذين بقوا فوق الأرض. سقطت القوات المتبقية في حفرة الانفجارات لاستكشافها، والآن قد مر يومين دون أي اتصال، والقوات البرية أصدرت طلبا للدعم. فانصدم شين وشياوسين لأن لويي وجنوده بخطر. وشياوسين قالت له: شين أنا رح روح معك. وشين جاوبها: بس انتي تعبانة. وهي قالت له: أنا مصممة على هذا الشيء، بدي روح معك، وأنا ساحرة بيضاء يمكنني المساعدة. وشين كان متردد، وهي قالت له: أنا ما عم أخذ إذنك، أنا عم خبرك أنه بدي روح. وشين استسلم لرغبتها وقال لها: تمام لكن خلينا نروح. وبهذا الوقت بالكهف تبع المنظمة السرية دخل لويي وجنوده ليدوروا على أبشين ورجاله، ولما كانوا ماشيين لقوا بوابة كبيرة قدامهم، فقرب منها لويي وخبط على البوابة وقال: هل من أحد هنا؟ وفجأة سمع حدا جاوبه: لورد لويي، إنه أنا اللورد شياو أبشين. فتفاجأ لويي وسأله: شو عم يصير عندكن؟ فجاوبوا أبشين: نحن دخلنا من يومين إلى الكهف وما كان في تهوية، فقررنا نحط المتفجرات ونطلع، ولما كنا عم نمشي دخلنا بقاعة كبيرة بتشبه المسرح، وفجأة تسكرت الأبواب علينا وطلعوا علينا مجموعة كبيرة من الفئران وعضونا، وبسببها نحن مرضنا. ربما الفئران تحمل فيروس الطاعون، كن حذرا يا لورد لويي. ولويي قال له: فهمت، لكن انتم محاصرين بالداخل، لا تقلق انا رح طلعكم من هنيك. وابشين رد عليه: نحن استخدمنا الديناميت بس ما فتح هذا الباب الحجري. ولويي قال له: لكن انا رح حاول باستخدام قوتي، بعدوا عن الباب. وأطلق لويي قوته وفجر الباب الحديدي بلمح البصر وحوله لأشلاء، وفجأة نطت عليهم الفئران المسمومة وانقضت عليهم، بس لويي تصدالهم بقوته ومزقهم كلهم وقتلهم. ودخلوا لعند أبشين ورجاله وقال: أيها الطبيب، تولى أمر الجرحى بسرعة. والطبيب راح يعالج المصابين، وبهاللحظة سمع لويي صوت طقطقة وخطوات بالمكان، وفجأة ظهر مجموعة من الرجال المقنعين حاملين السيوف، وبالبوابة اللي فوق طلع عليهم شخص، وكان هذا ياريمي لجينا. ولويي انصدم جدا لما شافه، وياري قال لهم: هاي 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 لويي لوبيز، لقد هزمت الأسلحة البيولوجية بسهولة، مرحبا بكم في قاعدة منزلنا.
وهلأ بعد ما صرتوا هون رح أعطيكم خيارين، يا أما بتنضموا لإلنا أو رح تموتوا. ولويي ابتسم ابتسامة تحدي وطلع سيفه وجاوبه: أنا اخترت اختيار ثالث، وهو إني أرسلكم كلكم للجحيم. وبهالأثناء ببوابة المدينة تجهز شين ومجموعة من الجنود ليروحوا يدعموا لويي، وشياوسين اجت هي كمان لتروح معاهم، وكانت شوي قلقانة على الطفل اللي ببطنها، فمثل ما بتعرفوا هي حامل وخافت انها تركب على الحصان. فلفت لعند شين وسألته: شين هل فيني اركب عربة القش؟ وشين جاوبها: ايه بالطبع بتقدري. وشياوسين ركبت العربة وانطلقوا، وبالطريق كانت شياوسين تعبانة وعم تحس بالدوار بسبب الحمل. وشين انتبه عليها وقال لها: شياوسين شو صار لك؟ هل عم تحسي بالدوار؟ وهي جاوبته: لا أنا بخير. على فكرة شو اللي صار معي يا مان؟ وشين قال لها: كل الأدلة اللي جمعناها بتأكد كل شكوكنا فيه. هلأ مجلس شيوخ أرسل وكيلا ليتعقبه. وشياوسين ردت عليه: سواء كان الضرر اللي سببه للويي بالدواء المزيف أو استخدام ياري لخلق حرب لتدمير الحكومة الجديدة وعشيرة مصاصي الدماء بأكملها، فهذه خطايا لا تغتفر. نحن وثقنا فيه، لكنه سمم لويي وخان كل من آمن به. لا يهم ما هي أسبابه، لا زلت لا أستطيع أن أغفر له. وشين قال له: شياوسين لا تفكري بهذا الموضوع كتير، اتركي مجلس شيوخ يتعامل مع يامان، وأهم شيء يتعين علينا فعله هو المساعدة الصحيحة في التغلب على المنظمة. اطلعي نحن رح نوصل قريبا لعند لويي. واطلعت شياوسين قدامها وكانوا بالفعل اقتربوا من كهف الدخول لمقر المنظمة السرية. وبهذا الوقت بمقر المنظمة السرية كان لويي بمواجهة ياري من الجينا وجنوده، وكان ياري رافع مجموعة من السيوف بالهواء ومصوبة عليهم باستخدام قوته. ولويي كان عم يتألم كتير بسبب الجرح اللي برقبته، وقال جواته: أوتش، لقد استخدمت قوتي فقط لبعض الوقت، لا أستطيع استخدام قوتي بعد الآن. هل هناك حقا مشكلة في الدواء اللي أعطاني إياه يامان؟ وبهاللحظة رفع ياري من الجينا السيوف وصوبها كلها على لويي ليقتله، وقال له: يبدو أنه حان الوقت تقريبا، تعال إذن. وأطلق عليه السيوف، ولويي ما قدر يستخدم قوته، فبلش يتصدى للسيوف باستخدام سيفه. وفجأة بلش جسمه يتعب ويهتز، وبلش يفقد السيطرة على حاله، وقال جواته: كيف هيك؟ أنا عم أفقد السيطرة، شو عم يصير معي؟ وبلش يتمايل وفقد السيطرة كليا على حاله. وهون راح ياري مسكه وقال له: مرحبا بك في صفنا يا لويي. والكل انصدم من هذا الشيء، وأبشين راح تقدم لعندهم وقال له: لورد لويي شو عم تعمل؟ فلف لعنده لويي وعيونه كانوا متغيرين، والصدمة كانت انه هجم عليه وجرحه بكتفه بالسيف. وأبشين انصدم من هذا الشيء، كيف لويي صار عم يهاجم جنوده، وقال له: لورد لويي شو اللي صار لك؟ وياري من الجينا لمس رقبة لويي وقال له: كل ذلك بسبب دواء السيد إيل اللي هو يامان. أعتقد أن اللورد لويي هو أفضل سلاح سيطرت عليه. فانصدم أبشين من هذا الشيء اللي عم يشوفه، وكيف لويي صار فاقد للوعي وللإرادة، وصار ياري من الجينا عم يتحكم فيه مثل ما بده بسبب الدواء اللي كان عم يعطيه إياه يامان. وبهاللحظة ياري همس بإذن لويي وقال له: اقتلهم جميعا. فتقدم لويي وبلش يستخدم قوته وضرب جنوده وكان رح يقتلهم كلهم. وفجأة دخل شين عليهم وعمل درع حماية وحمى الجميع وتصدى لهجمات لويي، واتطلع فيهم وسألهم: هل الكل بخير؟ وأبوه اتطلع فيه نظرة شكر وفخر لأنه أنقذ حياته. وشين تجاهل نظراته واتطلع قدامه، وهون انصدم لما شاف
شاف صديق عمره لويي هو اللي عم يهاجمون، وشياوسين كمان ما صدقت الحال اللي كان فيها حبيبة لويي، وصرخت: لويي شو اللي عم يصير لك؟ وكانت رح تروح لعنده بس أبشن منعها وقال لا تتحركي، ما بعرف كيف بس اللورد لويي يسيطر عليه العدو ويستخدمه كسلاح، هو مثل الدمية بإيد ياري. فانصدمت شياوسين وشيل من هذا الكلام، وكان لويي فاقد السيطرة على حاله وعم يهاجم أصدقائه. وشياوسين قالت له: لويي استيقظ، هدول نحنا. وياري اللي جينا جاوبا: ذلك عديم الجدوى، لقد أخذ اللورد لويي الدواء الخاص بنا لفترة طويلة وتعمق له الدواء في النخاع، هو صار سلاح لنا ونحن مسيطرين عليه. وشياوسين ارتعبت على لويي، وشين قال: هذا صحيح، يامان هو اللي عمل هيك. وشياوسين تذكرت بالليلة الماضية لما كانت مع شين وقال لا رح جهز الجيش ورح نغادر عند الفجر، وهي قالت له: شين في شي لازم خبرك عليه، يامان اعترف لي بأنه الدواء اللي أعطاه للويي كان فيه مشكلة، وهو أعطاني هذا الدواء قبل ما يهرب، أعطاني إياه بإيدي وقال إنه هذا الدواء هو العلاج الحقيقي ورح يعالج لويي. وشين جاوبه: بس يمكن يكون هذا الدواء خطير جدا على لويي. وشياوسين قالت له: صح، لهيك بدي استخدم الوقت اللي بتكون فيه عم تجمع القوات والجنود وروح أنا للمختبر للتحقيق من مكونات هذا الدواء، ربما هذا يمكن أن يساعده. وشين وافق على هذا الاقتراح. بعدين لما جهز شين القوات ليروحوا راح لعند شياوسين وسألها عن أخبار النتائج، وهي قالت له: بصراحة ما في أي مشكلة في هذا الدواء، هذا هو ملاذنا الأخير، ربما يكون مقامرة بس نحن لازم نعطيه للويي ونشوف. وشين وافق على هذا الاقتراح. وشياوسين اطلعت بشين وقالت له: شين نحن لازم نحقن لويي بالدواء، ربما هذا هو حلنا الأخير. وشين جاوبا: كوني حذرة، انتظري إشارتي. وهي هزت له براسها وطلعت بالحقنة وقالت جواتها: شين سيكون مسؤولا عن لفت انتباه لويي، ثم فرصتي للنجاح ستكون أعلى. طفلي الحبيب، دعنا نذهب لإيقاظ والدك معا. وحملت سيفها وقفزت بسرعة لعند لويي وقربت من ظهره وطلعت الحقنة وكانت رح تحقنه فيها، بس ياري اللي جينا شافها وأطلق قوته وأطلق عليها مجموعة من الصخور وكان رح يدفنها فيها. وشياوسين بلشت تتصدى للصخور وتضربها بالسيف، بس ياري كان أقوى منها بكتير وضرب بصخرة على راسها ووقعت شياوسين على الأرض. وشين خاف عليها جدا. وشياوسين رفعت راسها واتطلعت ولقيت الإبرة وقعت منها، فمدت إيدها لتاخدها، بس ياري سحبها منها وأخدها ومسكها بإيده. وشياوسين ارتعبت وياري طلع بالإبرة وقال لها: أوه شو هاد؟ هل صنعتم دواء؟ وفجأة قفز عليه شين مشان يخطف منه إبرة الدواء من إيده، بس ياري كان أسرع منه بكتير ورفع إيده بسرعة عنه وقال له: كيف فيك تعتقد أنك رح تتمكن من سرقتها مني؟ لا تتأملوا كتير. وضغط بإيده على الإبرة وفتتها تماما. وشين وشياوسين انصدموا منه من حقارته، وشين عصب وانقض عليه وقال له: أعتقد أن أفضل طريقة لتحرير لويي هي قتلك يا ياري الكلب. وياري جاوبه: تمام، لكن رح ألعب معك شوي. بينما لويي رح يقتل زوجته وأطلق عليه سيوفه. وشين كان عم يقاوم باستخدام درع الحماية تبعه، ولويي حمل سيفه وراح لعند شياوسين ليقتلها، وكان عم يمشي وعم يتأرجح. وشياوسين كانت جد حزينة وهي عم تشوفه بهي الحالة، وقالت جواتها: هو عم يرجف، هل لويي عم يحاول يكبح جماحه؟ ولويي هجم عليها بالسيف، وشياوسين تراجعت ووقعت وكانت تعبانة وحست بألم كبير ببطنها لأنها حامل. وقالت جواتها: لازم وقف لويي هلأ. ووقفت ونادته: لويي أرجوك اسمعني،
بس لويي ما فاق ورفع سيفه وضرب له سيفه وطيره من ايده على الارض وانقض عليها وغرز سيفه بالحيط وكان قريب جدا من رقبتها وكان رح يقتلها. وهون شياوسين اخذت نفس عميق وابتسمت وحطت ايدها على وشه وطلعت بعيونه وقالت له: لويي، بعرف انك عم تسمعني، انا ما رح اتركك ابدا. وقربت عليه وعطته قبلة حارة جدا جدا على شفافه ورفعت ايده وحقنته بإبرة على رقبته وكانت هالإبرة فيها دواء هي صنعته بناء على عقار يامان وفيه نفس المكونات. وقالت جواتها: رح اعطيه الدواء الجديد اللي صنعته بناء على عقار يامان، بتمنى انه يشتغل. ولما خلصت حقن بعدت شفافها عنه وقالت له: لويي، أنا وطفلنا في انتظار عودتك. وبهاللحظة لويي فاق ورجع لوعيه ولقى حاله ماسك سيفه بوجه حبيبته شياوسين اللي كانت عم تطلع فيه بحب كبير. وفجأة حست بألم كبير ببطنها ووقعت على الأرض ولويي مسكه وكان مو مستوعب اللي صار وقال لها: حبيبتي شياوسين، كيف انت اجيتي لهون؟ واتطلع فيها وشاف الدم عم ينزل من على رجليها وقال: دماء؟ هل ممكن تكوني حامل؟ انت حامل؟ وشياوسين هزت براسها وقالت له: ايه. فنزل عليها لويي وقال لها: انا اسف كتير يا عمري. وهي جاوبته: مو مهم، انا بخير. وفجأة ياري ضربهن بالصخور فلف لويي بسرعة وضرب الصخور وفتتهن لأشلاء وقال لشياوسين: حبيبتي انتي ضلي هون، انا رح انهي هي المهزلة. وشين فرح لما شاف صديقه لويي رجع وقال له: لويي، واخيرا رجعت لوعيك؟ ولويي جاوبه: اسف لجعل الجميع يقلق. وياري من جينا انصدم لما شافه رجع لوعيه وقال جواته: هل أطلق سراحه من سيطرتي؟ بس كيف؟ السم السابق لا يزال في جسده، يبدو أنه لن يستمر لفترة أطول. ولويي طلع بحبيبته شياوسين وقال لها: حبيبتي استني هون، رح أتمكن من إنقاذ الجميع قريبا. وهي جاوبته: ايه رح استناك هون. فهزل لويي براسه ولف وراح ليحارب. وشياوسين ضلت قاعدة على الأرض وحطت إيدها على بطنها وقالت: طفلي لا تخاف، كلنا رح ننجو من هون، أبوك رح ينقذنا. وغمضت عيونها وأغمي عليها. أما لويي فكان عم يقاتل وقال لشين: شين، سأترك الأمر لك لحماية جميع القوات وراءنا. وشين جاوبه: لا مشكلة، بس أنت جسدك متعب. ولويي قال له: خلاص عم قلك بعد الجميع لتجنب أي إصابات عرضية. والشين جاوبه: تمام مثل ما بتأمر. وياري من جينا رفع السيوف بوجه لويي وقال له: لورد لويي، في وضعك الحالي ستستخدم الرياح لتجاهل شفراتي؟ هل هذه هي الطريقة التي تخطط للتعامل بها معنا؟ ولويي صراخ: كفاك هراء، اذهب إلى الجحيم يا ياري الحقير. وأطلق قوته الرهيبة ودمر كل الجنود تبع ياري وقتلون ودمر كل السيوف تبع ياري. بس الجرح اللي برقبة لويي انفجر وبلش ينزف دماء كتيرة. وشين خاف جدا عليه وراح لعنده وقال له: لويي لا تتحرك. بس لويي ما استسلم وطلع قدامه ولقى ياري لا يزال حيا وكان مصاب بجروح بليغة. وطلع بلويي وعرف انه مستحيل يهزمه لانه اقوى منه بكتير. فلف ياري الجبان وكان رح يهرب. وشين صراخ انه يحاول الهروب. وبينما كان ياري عم يحاول يهرب ظهر شخص من بعيد وأطلق عليه إبرة مليانة بالماء المقدس القوي وضربه بقلبه تماما. فانصدم ياري ووقع على الأرض. والصدمة الأكبر كانت إنه الشخص اللي ضربه بالإبرة كان هو يامان. وياري ارتمى على الأرض وقال: آخ، إنها إبرة فضية وتركيزها قوي بالماء المقدس. أمي، أبي، ليليا، سامحوني، وأنا حقا بذلت قصارى جهدي.
وهون اجا لعنده لويي ورفع سيفه وضربه على رقبته وقطع راسه وقتله، وهيك مات يارمي لجينا وانتشرت دماؤه بكل مكان. وهيك قدر لويي انه يتخلص من الشرير اللي تسبب بكل هالمشاكل للمدينة، وقال جواته واخيرا انتهى حقا. واتطلع بالجنود وسألون هل الجميع بخير؟ وشين جاوبوا ايه الكل بخير. وهون بلش المكان ينهار عليهم، وشين امر الكل انهم يطلعوا من المكان. ولويي راح حمل شياوسين وطلعوا يركضوا، وشين قال له لويي انت مصاب خليني احملها. ولويي جاوبه ما في داعي انا راح احملها، وكان حاملها بين ايديه وخايف عليها كتير. واستمروا بالركض لحتى طلعوا كلهم من الكهف. ولويي حط شياوسين على صخرة ونادى الطبيب وطلب منه يعالجها. والطبيب انصدم من النزيف اللي برقبته وقال له سيد لويي انت تأذيت بشدة. ولويي جاوبه انا مو مهم هلا، اطلع فيها هي وافحصها يلا. فبلش الطبيب يفحص شياوسين، وشين كان قلقان جدا عليهم. ولويي سأل الطبيب ايه شو هي حالتها؟ والطبيب جاوبه السيدة في خطر بسبب الإجهاض المهدد. فانصدم لويي وجاوبه شو قلت؟ كيف؟ وشين قال له أنا ما كنت بعرف إنها حامل، هي خبت عني هذا الشي، ما كان لازم خليها تجي معي. ولويي جاوبه هذا ليس خطأك، هي أكيد خبت عنك لحتى ما تمنعها. والطبيب قال لهم إنه لأمر خطير بالنسبة لإنسان أن يكون حاملا بطفل مصاص دماء، لأن قوة الحياة النابضة له ليس شيئا يمكن للأم البشرية العادية أن تتحمله. والسيدة شياوسين مو بس مرهقة جسديا، إنها مصابة أيضا، أنا بخاف إنها ما تتحمل وتموت. فسعق لويي من هذا الكلام، ومسك الطبيب وقال له لازم تنقذها، اعمل كل اللي بتقدر عليه، لازم تنقذها. وفجأة حس بألم كبير جدا برقبته، وكان عم ينزف الكثير من الدماء. وفجأة وقع، وشين خاف جدا عليه وقال له الطبيب لا ترفض العلاج يا سيد لويي، لا يمكن أن تتأخر أكثر من ذلك، اسمح لي أن أساعدك. ولويي طلع بشياوسين وقال لهم إذا كان لازم علي اختار فأنا رح اختار شياوسين، أنقذوها قبل كل شي. وأغمي عليه ووقع على الأرض، وبلش يحلم ويشوف شريط حياته عم يمر قدام عيونه. وشاف حاله رجع طفل، وكان وسط عائلته مع أبوه وأمه وأخوه لودي. وفجأة أمه وأبوه اختفوا، وضل ماسك بإيد أخوه لودي اللي كان دائما عم يقله إنه ما رح يتركه لحاله. وشاف كمان شين لما كان طفل وكان قاعد وحيد وحزين، ولويي مدله إيده ومسكه وما تركه أبدا. بعدين شاف لويي حاله صار كبير، وأخوه شين كمان كبروا. وفجأة ظهرت قدامه فتاة رائعة الجمال، وكانت هي شياوسين. فمد لويي إيده ليمسكها، بس شياوسين تبخرت وما قدر يلمسها. وبينما كان لويي عم يحلم تم نقله للمستشفى، وكانت شياوسين فائت وكانت قاعدة على كرسي متحرك، وكان معها شين وأخوها ولودي. والطبيب قال لها سيدتي نحن ننصحك بالتخلي عن طفلك لأنك ما رح تقدري تتحملي. وشياوسين جاوبته أنا في أتحمل، أنا ساحرة بيضاء وأقوى من البشر الآخرين. ولودي قال لا شياوسين انت ما رح تقدري، حتى مع المعركة الأخيرة كان جسمك أضعف بالفعل من البشر العاديين، انت لازم تخلي عن الطفل. وشياولين كان جدا خايف على أخته، ومسك إيده وقال لا اختي نحن ما بدنا نفقدك، أرجوكي يا أختي. وهون شياوسين انهارت وقالت لون فيكن تتركوني لحالي لحتى أفكر؟ وقاموا كلهم وطلعوا وتركوها لحالها. فراحت شياوسين قربت لعند لويي اللي كان نايم على السرير، ومسكت له ايده وقالت له لويي شو لازم علي أعمل؟ لقد رزقنا أخيرا بطفل، بس هلأ لازم أحكم على طفلنا بالموت لحتى أنا أعيش، أنا حقا ما عندي خيار.
وكانت عم تبكي بحرقة كبيرة. وهون حرك لويي ايده، فتفاجأت شياوسين وقالت له: لويي، فهمت، لقد اتخذت قراري. وطلعت شياوسين من الغرفة، ولويي ضل بغيبوبة. ومرت الأيام والأسابيع والشهور، وسنة ورا سنة ولويي لساته بغيبوبة. وبعد مرور 3 سنوات و9 شهور فاق لويي فجأة من الغيبوبة، ولما طلع حواليه لقى حاله بغرفة نومه، وقال جواته: آخ، كم مر من الوقت وأنا نائم. وهون اجت لعنده طفلة صغيرة وقالت له: بابا. ولويي تفاجأ وطلع فيها، وكانت هي طفلة صغيرة جميلة جدا، كانت عم تطلع فيه بعيون البريئة، وقالت له: واو، بابا فاق أخيرا. ولويي انصدم وما استوعب اللي عم بيصير، وقال جواته: هي عم تناديني ببابا، هل هي بنتي؟ شياوسين. والطفلة قربت منه وحطت ايدها على راسه وقالت له: بابا شبك؟ هل عم تشعر بالتعب؟ وفجأة دخل لودي للغرفة عم يدور على الطفلة وقال لها: يا ملك، ليش تركتي التعليم مرة أخرى؟ وهون انصدم لما شاف أخوه لويي فاق من غيبوبة لمدة سنوات، وراح بسرعة لعنده وقال له: أخي لويي، أنت فقت وأخيرا؟ كيف عم تحس حالك؟ ولويي جاوبه: أخي، وين شياوسين؟ والطفلة ملك قالت له: بابا، هل أنت عم تدور على ماما؟ تعال معي. ومسكته من ايده وبلشت تسحبه، ولودي ساعده على الوقوف وقال له: كن حذرا، انت كنت بغيبوبة لمدة طويلة، لا يمكنك النهوض هكذا من السرير، خليني ساعدك لحتى تتعود على الوقوف. ومسك لودي بأخوه، والطفلة ملك مسكت أبوها من إيده وساعدوه وطلع من البيت. ولما طلع قدامه لقى شياوسين نايمة على مقعد الأرجوحة، وهي صارت امرأة ناضجة وجميلة جدا جدا. ولويي قال لأخوه: بعد إذنك يا أخي، بدي روح لعندها بنفسي. والطفلة ملك قالت له: أنا بدي ضل معك أنت وماما. ولويي جاوبها: بالتأكيد يا حبيبتي. وراح لويي مع بنته ملك لعند شياوسين اللي كانت نايمة ومو حاسة فيهن. ولويي طلع ببنته وقال لها: لا تعملي صوت، خلينا نفاجئها، ايه؟ وملك ابتسمت وعجب الوضع. ولويي راح وقف قدام شياوسين وحط ايده على وشه وقال لها: شياوسين حبيبتي فيقي. وشياوسين فتحت عيونها وفاقت، وشافت قدامها حبيب عمرها لويي واقف وعم يبتسم، وقالت: لويي، هل عم أحلم فيك مرة أخرى؟ وهو جاوبها: يا عمري، هي المرة مو حلم. وهي قالت له: معقول؟ هل هذا أنت حقا أو عم أتخيل؟ ولويي جاوبها: والله مو خيال، هذا أنا يا عمري. وملك قالت لا: ماما، هذا مو حلم، بابا فاق عن جد. وبهاللحظة لويي ضم شياوسين وأخدها بحضنه بعد سنوات من الفراق وقال لها: أنا آسف، لقد مر وقت طويل، لقد كنت لوحدك، هلأ أنا رجعت يا برعومتي، شكرا لأنك جبتي بنتنا ملك على هي الدنيا. وشياوسين فرحت جدا جدا، وكانت مو مصدقة اللي عم بيصير، وكانت طايرة من الفرح. وبعدين قعدوا مع بنتهم، وشياوسين قالت له: ملك، هي هدية من السماء. ولويي جاوبها: الحمد لله يا رب، أنا بالتأكيد أعتز بكل ما لدي، وكمان أنت اخترتي اسم جميل لبنتنا ملك، اسم كتير حلو. وشياوسين قالت له: إيه، إنها بالفعل ملاكنا الصغير، هي هلأ عمرها 3 سنين. ولويي جاوبها: أنا كنت بغيبوبة طويلة، باللحظة اللي فقت فيها وشفت الطفل اعتقدت إني ما رح شوفك مجددا، أنت نجوتي أنت وملك، هل كان ذلك معجزة؟
وشياوسين ابتسمت وقالت له: بهداك الوقت أنا احتفظت بملك ببطني على الرغم من اعتراضات الجميع. كان يوم الولادة يوما خطيرا جدا بالفعل، بس في نهاية الوضع اللي كان الكل خايفين منه ما صار. وبغرفة العمليات أنا شفت وجه مألوف جدا كأني بعرف هذاك الشخص. والغريب أنه خبروني أنه الجراح الأصلي اللي كان من المفروض يعمل لي العملية كان نايم بالعيادة طول الليل. لهيك قام شخص آخر بإجراء العملية الجراحية لإلي. كان هذا الشخص هو يامان. أنا متأكدة يامان هو اللي أنقذني وهو اللي عمل لي العملية، وبفضله أنا على قيد الحياة الآن. وبعد ما عمل لي العملية هو اختفى، ولحد هلأ ما حدا بيعرف كيف وشلون اجا وكيف اختفى. ولويي ابتسم ومسك ايد شياوسين وقال لا: على اي حال ما دمتي انت وبنتنا بخير فهذا اهم شيء. وشياوسين قالت له: مثل ما سمعت بهداك اليوم اللي انتهت فيه الحرب، اخو ليليا طعن بسلاح غامض لما لف وحاول الهرب. الجميع يتحدث عن هذا. هل انت شفت مين طعنه بالابره؟ ولويي غمض عيونه وتذكر الشخص اللي كان واقف وضرب يارمي لجينا بالإبرة، وأخذ نفس وقال: ربما كل شيء مجرد قدر، بس الحمد لله إني قدرت شوفك بخير مرة تانية يا عمري. أنا كتير اشتقت لك يا حبيبتي، بس هل ممكن تحكي لي شو اللي صار خلال السنوات الثلاثة الماضية؟ وشياوسين ردت عليه: أكيد. اسمع، مجلس شيوخ الجديد فاز في الحرب على الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الهاربين، إلا أنهم في الوقت الحالي لا يمثلون تهديدا كبيرا لمجلس شيوخ الجديد. فقد قام مجلس شيوخ الجديد بتصحيح بعض المظالم التاريخية التي خلقتها الحرب المقدسة، وكمان صارت حزم الدم اللي اشتغلت عليها مجموعتنا في الأكاديمية فعالة، وصار مصاصي الدماء عم يشربوا الدم الصناعي وما صاروا بحاجة ليمتصوا دماء البشر. وهلأ صار الوضع آمن والسلام عم بكل المكان. ولويي قال لا، ما عم صدق، رؤية كل هذا أمام أعيننا أمر مفرح للغاية. وشياوسين مسكت إيده وجاوبته: صحيح، كل شيء رح يصير أفضل وأفضل. وكان لويي سعيد جدا لأنه رجع لزوجته وبنته. بعدين أخذته شياوسين وراحوا للكلية وقابلوا شين وشياولينغ والأميرة روزي، وكانوا جد سعداء بشوفتهم، والطفلة ملك كانت مبسوطة جدا معهم. وكمان سارة ويارا ومريم فرحوا كتير لما شافوا شياوسين بخير هي ولويي، وكانوا سعداء جدا من شانها. وكينزي كمان كان عم يتطلع فيهم من بعيد وكان سعيد مشان شياوسين. بعدين راح لويي وشياوسين لبيتهم وعملوا عشاء عزموا فيه كل أفراد عائلتهم وأقاربهم، وكانوا كلهم سعيدين ومبسوطين. أما ليليا فكانت عايشة ببيت مع أبوها وريكو اللي ما مات وضل عايش، وقرر يهرب مع ليليا لأنه بيحبها وهي كمان بتحبه وبتموت عليه، وبالفعل عاش معها وتزوجها، وكانوا هن الاثنين سعداء جدا بحياتهم، والله رزقهم بولد صغير. أما سارة فضلت متمسكة بحبها لكينزي، وفي يوم التخرج تبعهم راح كينزي لعندها واعترف لها بحبه، وضلوا عم يطلعوا سوا ويعيشوا قصة حبهم. بعدين هي راحت لتعيش ببيت أهلها، وكينزي ما قدر يتحمل بعادها وفراقها وراح لعندها وعرض عليها الزواج وهي وافقت. أما الأميرة روزي فهي رجعت لبلدها وقررت تبلش حياة جديدة. أما شين فسامح أهله وتصالح معهم، وأخته الصغيرة تحسنت كتير وطلعت من المستشفى. بعدين قرر أنه يلف العالم ويكتشف كل الأرجاء ويساعد كل المحتاجين والمظلومين، وطبعا راح معه شياولينغ ليكتشف العالم. أما ميشا فصارت ملكة على منطقة الشمال، وكانت عايشة عم تستنى شين لحتى يرجع ويتزوجها. أما فولي ولودي فضلوا أصدقاء وعم يشتغلوا بمجلس شيوخ. أما أبطال القصة شياوسين ولويي فضلوا عايشين حياتهم مع بنتهم الجميلة ملك، وكانت حياتهم سعيدة وهنيئة مليئة بالحب والعشق والغرام والقبال. ومرت السنوات وبنتهم راحت للمدرسة، وكانوا جدا فخورين وسعداء وهن عم يتطلعوا فيها عم تكبر قدامهم يوم عن يوم، واستمرت حياتهم في السعادة والهناء إلى الأبد.
وهيك انتهى يا أصدقاء أنمي العضة الحلوة. طبعا أنا جدا حزين لأني رح أشتاق كتير لشخصيات الأنمي، شياو سين، لويي، لودي. ما بعرف يا أصدقاء كيف بدي أكمل حياتي بدون هالشخصيات. فللأسف الأنمي خلص. ما بعرف إذا رح أقدر أعمل أنمي تاني خلال هالفترة، لأني عن جد كتير زعلان وحزين، وأساسا كنت مكتئب لأنه الأنمي انتهى. صرنا يا أصدقاء أكثر من سنة أنا وأنتو عايشين بهالقصة، عايشين مع شخصياتهم، عايشين مع أحداثهم. فما بعرف كيف بدنا نكمل حياتنا انا وانتم يا اصدقاء. المهم لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس لكم كل جديد. هالقصه خلصت بس لسه في كتير قصص جايه. كان معكم رفيق من قناه ريكورايز. شكرا يا اصدقائي الحلوين والسلام عليكم.